جمدت البيض في الفريزر وضاعفت حجمه 3 مرات. بصراحة أنا كانت بتيجي عليا أيام لما ببقى مسافرة كان برجع ألاقي البيض بايظ في التلاجة، إنما الفكرة دي هتخليني فعلا أخزن البيض في الفريزر. زي ما انتوا شايفين هتجيبوا البيضة بالمنظر ده وتخلوا الحتة الصغيرة بتاعتها لتحت والحتة الكبيرة لفوق، علشان احنا عايزين الصفار بشكل معين جوه البيضة. بعد ما تتجمد لمدة 12 ساعة هتلاقوها بالمنظر ده بدأت تشقق، لأن طبعا حجم البيضة زاد. هتبتدي تقشري القشر. أنا هستخدم في الفيديو ده بيضتين بس، وهعمل لكم أكلة دايما بنعملها في العادة ب5 ل6 بيضات. ده منظر البيضة بعد ما قشرتها، ده بيكون منظرها. هبتدي أقطعها بالطول زي ما انتوا شايفين كده لشرايح شبه البيضة المسلوقة، بس هي طبعا نية، تمام؟ عشان تبقوا عارفين وتخلي بالكم لأن هي بتبقى شوية بتزحلق. هجيب الطاسه التيفال بتاعتي واحط معلقه كبيره من السمنه البلدي لغايه ما تسيح خالص. حابه تحطي زبده فلاحي برضو مفيش مشاكل. هجيب بقى شرايح البيض بتاعتي واحطها بعد ما تكون درجه حراره السمنه زي ما انتوا شايفين كده ايه، سخنه، لا هي اللي جامده قوي ولا هي متوسطه، يعني بحيث احط البيض يحصل له زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام. هحرك البيض برضو، لربما تكون الطاسة بتلزق ولا حاجة، فعلشان ابقى ايه ضامنة اني هعرف انقله للطبق. اول ما يبقى وصل للدرجة دي هو ما استواش تماما، هنقله لطبق خارجي بشكله ده. وهستخدم الطاسة احط فيها يعني حتة تومة مفرومة زي ما انتوا شايفين، وشوية طماطم بسرعة. انا لما لقيت الطاسة سخنة زي ما انتوا شايفين قلت انزل ببقيه الحاجات بسرعه. طماطمايه متقطعه، فلفلايه خضراء، حابين تحطوا قرن فلفل، شطه، مفيش مشاكل. لقيتها محتاجه سمنه، حطيت سمنه، حطيت ملح وفلفل اسود وزعتر وشويه بابريكا زي ما انتوا شايفين كده. قلبت الكلام ده كله وسبتها تشكشك كده مع بعضها شويه عشان تطلع الصوص الحلو بتاعها. بعد كده رحت منزله البيض ما حطيتوش على بعضه خالص زي ما انتوا شايفين، حطيته كأنه عملته قبل كده. اللي عارف الأكلة دي احنا في العادة بنعملها يا جماعة ب5 بيضات، أنا عملتها ببيضتين بس اللي أنا جمدتهم زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الفلفل الاسود والملح، ولو حابه تحطي زعتر حطي، وشويه جبنه موتزاريلا صغيرين خالص. شايفين بيضتين هياكلوا عيله كامله، انتوا متخيلين؟ غطيتها بالغطا، واول ما استوت كده حطيت زعتر على الوش وشلتها على طول من على النار علشان الجبنه ما تتجمدش وتفضل بتمط معايا. تعالوا بقى نشوف شكلها وشكل البيض، هل يا ترى استوى ما استواش، شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم الطعم والريحه خرافه بجد. لما تيجي مثلا عندك كميه بيض ومسافره ولا حاجه، بدل ما ممكن يبوظ منك، بالذات لو مسافره مده طويله، تقدري تشيليه في الفريزر بالطريقه دي، هترجعي وتعملي بيه وصفات حلوه زي دي. الف هنا وشفا عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.